يتها أحمد سعيد صاحب 24 ربيعا. قد لا تصدقون أنه كان يتمتع بصحة جيدة قبل أن يكتشف معلمه أنه كثير الخروج إلى المرحاض، فقرر استدعاء والده بشكل مستعجل. تلميذ أحمد سعيد كان تلميذ يعني متوسط المستوى، يعني كان في الوسط. لاحظت في بعض الأيام أنه كثير الارتياد على المرحاض، كان يطلب الذهاب إلى المرحاض كثيرا. فقمت باستدعاء ولي أمره وقلت باللي هذه حالة غير عادية، لابد من إجراء فحوصات طبية. وبعد ذلك بعد إجراء فحوصات تبين لهم أنه مصاب بداء السكري، ومن تلك اللحظة لم أراه حتى قالوا لي بلي سيد أحمد دخل في غيبوبة ومازال ما شفنا حتى وين. أنا شخصيا كان تلميذ عندي، قرا عندي سنة أولى وما سنة ثانية. بداية السنة الثانية لاحظت عليه هذه، ومن قبل كان عادي يمارس نشاط رياضة، نشيد، يقرا، عنده معدل، عنده دفتر امتحان، نقاط كباقي التلاميذ عادي جدا. كيشتو يخرج المرحاض بزاف قلت ربما عنده سكر، ممكن جدا. أما تبعت الأولويات تاعو وداروا فحوصات لقاو باللي صح عنده سكر. وما درا كي سألت عليه قالوا لي بلي داوه المستشفى. إصابة أحمد بداء السكري لم تكن السبب المباشر في وصول حالته إلى ما هي عليه اليوم، بل للقصة تفاصيل وحقائق وقف عليها والدي الضحية داخل مستشفيات العاصمة. بكري كان يقرأ في الجامعة 4 سنين 5 سنين يقرأ في الجامعة لاباس به. من بعد ولا دخلت ليكول 6 سنين يقرأ السنة الأولى الثانية لاباس به. حتى جابوا المعلم، قالنا عيطنا المعلم قالنا الطفل شي وش بيه، راه يخرج المرحاض بزاف حاشاكم منا كذا. جبناه ديناه للطبيب، قالنا يظهر لي سكر، عيروا له، عيرنا له لقيناه غرام و59. قالنا ماشي بزاف، ديو البارني يقلوه له. ديناه البارني قال لك عنده السكر، جيبوا طلعوا له غياط طلعوا. قال لك لحقت العشيه قال لك تنجموا تروحوا يبات هنا وحده. وقلنا له كيفاه يما؟ قال له ماما تخليني وحدي. قال له يجي بابا غدوه يجيب لك فيلو يجيب لك كمبيوتر، ما تخافش راك معانا. للصباح كيفاه من ولينا جينا كي رحنا نسمعوا مور الباب، هم جاو مالي واش نقولوا لهم؟ هذه سمعتها انت؟ اقسم بالله 3 هم جاو مالي واش نقولوا لهم؟ اخرج الفرملي صفى قالنا سمحوا لنا على فيزيت على الوحده ماشي دوك، سمحوا لنا على الوحده. ولا ولينا على الوحده. كي ولينا قال لك يدخل يمه ولا باباه، لبسوا لي هذوك. دخلت اقسم بالله ما عرفت وليدي، اقسم بالله ما عرفته، بالخيوط البوشون في فمه، الخيوط رابطين له يديه مع البنك. وليت نجري قلت له سيدي احمد وين راه؟ جا الفرملي عنقني، قدر الله ما شاء فعل. وهاك تشوف وليدك رانا نستناو فيه يفطن، بالك دوك ساعه نص ساعه ما تخافش انا معاه. حكمت به قلت له واش درت لوليدي؟ قال لي درت له الانسولين نورمال، كنت راقد 2 تاع الصباح جاو نوضوني لقيته يتخبط بليكريز. قال لي واش ندير له؟ درت له الفاليوم. يزيد يفطن بليكريز، زدت له الفاليوم. قال لي سبح خطرات وانا ندير له الفاليوم. قال لي انا نستناو فيه يفطن. قال لي بالك ساعه نص ساعه غدوه ما قال لي ما تحسش حتى يفطن. اليوم غدوه ضرب بشهر كوما، كيف تاع عينيه ما يشوف ما والو. في ازير طاني بريه قال لي ديال البروفيسور يعطينا واش نديروا له، واش كذا واش به. جاب لي 3 أشهر هو روح هو اللي مازال لا ريبونس. نهار طاني البريه مقفوله قال لي بالك تفتح. اديتها للطبيب، لا قدامي فتحها بدا يقرا ويضحك. انا عم بالي كاش ما كاين نورمال. قلت له قال راح يفطن وليدي يبرى. قال لي حطي وراثي على خالو السكر. واش دخل خالو السكر وراثي؟ قال لي نحوس واش بيه واش نديروا له. قد تكون الصدمة على الوالد كبيرة، لكنها أكبر بكثير بالنسبة للأم التي لم تتقبل ما تعرض له أحمد. كيف لا وفلدة كبدها اليوم يعاني من إعاقة ذهنية وجسدية بسبب خطأ طبي كلفه حياته. ترى أنا حسيت نعفست على الجمرة اللي هم عافسين عليها العباد، وماشي خطأ طبي، كاين كما يقولوا ابتلاء من عند ربي. والله وطاه لي سيدي ربي الحمد لله. تحرمت من بنتي في عمرها 17 سنة، هي وتخزل في الباب وتقول ماما يا ربي شفي لي خويا، يا ربي نسمع صوت خويا برك. والله ماني نزيد عليك،
يا ربي نجبر نسمع صوت خويا برك لا ما يكون. راني نتبع غير في هذا لعل وعسى باش وليدي ما يعاودش يولي يحبط، ما يعاودش يتعوج له سنسور ظهره، يدو يتكسل بيدو شويه يحرك يدو. هاني نتبع غير في الاعضاء هذا الاصطناعيه بالك لعل وعسى. ما كاش ام تحبش وليدها يكون مكسل، ما كاش ام تحبش وليدها يكون ناجح ولا يكون ياكل وحده ولا يشرب وحده، يعيش عادي يعيش عادي عادي. والله ماني نحوس عليه حتى حاجه، بصح الحقره اللي تغيفك سونتر تاع موزايا قال لي حبيتي تجيبيه يدور محسوب مع الدراري هكذا، قال لي بصح باش نقدر نشدو سيتان ديابيتيك ما نجمش نشدو، لازم تكون يماه معاه ولا انفيرمي وحده خصوصي ليه ما عنديش. جريت ديتو سونتر تاع الحراش، بصح انايا المشكل تاعو يفهم بصح ما يقدرش، هو ماشي نورمال ماشي بصح يفهم يعرف كل حاجه يفهم. كان لاباس به ماشي تعوق كي شغل حركيا وذهنيا شويه. كانوا المرات ويقول لك يتحسن غير يتحسن في الاسبوع يتحسن اونيتي هذه في الاسبوع، ولازم له باش رياضه، باش لازم كل يوم رياضه. عندي شحال دوكا ملي حبست له، عندي راني من رمضان ما درتلوش ولا غير راني حسيته بلي عاود ولا لي اللور شويه. رفيق ما زال متأثرا لحالة زميله أحمد الذي كان يجلس بجانبه في القسم، فقد خلف لهم فراغا كبيرا عندما غادر مقاعد الدراسة. كنا أصحاب من صغر 4 سنين، كنا نقراو في الجامعة كيف بعد ولينا نقراو في كل كيف أو يسمى جاري وليد عمي، كنا دايما كيف سما ما عنديش معاه من نروح دايما أنا معاه. ومن بعد كي كان يقرا سنة أولى شغل بدا في الحالة هذيك تاع كما قال لكم الشيخ إبراهيم، بدا في بعد كنت أنا نقرا وبعد داوك شغل الطبيب داروا له الآخرين. من هذاك النهار وهو في الحالة هذه كي خرج هو من القرايه وراح الاخر شو حسينا باللي بلاصه ناقصه، فراق كبير، فراق تاع صديق كان محبوب كان يقعد معايا في كلاصه، وكي خرج من الاخر بلاصه هذيك بقات فارغه وبقى فراق كافيه بالنسبه لنا كي نبين حجم معاناه ضحايا الاخطاء الطبيه. وجهتنا كانت لمنزل عم أحمد الذي استقبلنا بمعنويات محبطة بعد أن أصيب بميكروب خطير في إحدى العيادات الخاصة، أين أجريت له عملية جراحية على مستوى العين اليسرى، فقد على إثرها البصر بشكل نهائي. رجعت من عيني، رحت عند طبيبة هنا في سبالة، قالت لي عندك ديكولمو شبكة. قال لي كاين واحد طبيب في ليباني ما ستوش، قال لي فرنسا. لقيت رومبلاسون جوزت عنده فيزيتا قال لي عندك شبكة. قلت له شافها، قال لي ايه شبكة. قال له شنو لازم تمدي العملية يرجع. قلت له ماشي مشكل. قلت له شحال؟ قال لي 24 مليون. عطاني درت لي زاناليز، قلت له وننجح كيفاه؟ قال لي عندك 90% تنجح ان شاء الله. قلت له الله يبارك. عطاني ديت لي زاناليز واحد السمانه هكذاك، عيطت لهم بروغراماوني ل 27 اوت. رحت على بركة الله، رحت الصباح بكري سنيت، كانوا من قدامي الناس. المهم بدات العمليه ودا جوزني، قال لي شري الدواء وغدوه ان شاء الله الصباح اروح، ما تمسها ما والو. كيما كان الحال الصباح عاودت داني الولد ورحت جوز لي لافيزيك، دا غير نحى لي بونسمون، دار لاباري تاعو، قال لي عندك ميكروب. قلت له ميكروب منين جا؟ قال لي ما على باليش. بعثني على الفرملي تما ولا مش عارف شكون، دار لي تشكا هنايا في يدي تما في العياده تاعو. قالوا ديروا تشكا فور، طحت في الارض ما قدرتلهاش. عاود جابوا السيروم، يجوا داروا السيروم، عاود تريبرينيت كذا. قال لي زدت فطنت، قال لي غدوه عاود ولي.
خلاص قال لي عاود ولي، عاودت وليت غدوه كيف شاف كدا ديروا له تشكا. تروازيام جور كيف قالوا ديروا تشكا، ومن بعد عطاني بريه قال لي روح للسبيطار. قلت له واش من السبيطار؟ قلت له طبيب، قلت له انا درت عمليه هنايا روح للسبيطار. قال لي الميكروب لازمو سبيطار ولازمك اوسبيطاليزي. قلت الحاله كبرت انا هذه اوسبيطاليزي نداوي عشيت اوسبيطاليزي. معليش رحت بني بسوس ما حبوش يشدوني، قالوا لي ما كاينش بلاصه ما فهمتش انا. رحت غدوه من داك ثاني مصطفى ما حبوش يشدوني، عيطت له قلت له واش كاين عيط لي طروازيام كارتيام جور سانكيام جور، عيط لي في الليل قال لي روح لمصطفى الصباح راك تصيب واحد في ليزيرجونس يجيو يعيطوا لك يطلعوك للسيرفيس. شاف ما عرفتو يا على كل حال عنده مرتو تخدم تما، تخدم في تاع العين هنا، المهم تخدم مرتو تما. كيما كان الحال رحت تما الصباح ليزيرجونس، جات وحده قالت لي كلشي دا، قلت لها وي طلعتني للفوق اوسبيطاليزي. ديجا اولا قالوا لي عينك راحت بريمي جور، دوك نعطيكيو الميكروب باش ما يروحلكش للمخ، هذا هو واش راح يديروا. انت واش كنت تحس تما؟ نحس خلاص بات نخمم في الليل. عانيت من هذا الكلام؟ تعاني شوف ما تعاني. عنده يفطر عمي يمشي مع عمي، ما يبغى يجي لك يقول لك واش راك والو شحال. والغريب في القضية أن عمي أحمد لم يكن الوحيد الذي تعرض لخطأ طبي في تلك العيادة، بل يوجد 4 آخرون كانوا قد أجروا العملية الجراحية في نفس اليوم وتعرضوا لنفس ما تعرض له عمي أحمد. كان صار 3 وإحنا 3 ولا 4 رجال. كيفاش عرفتوا باللي راكو 5؟ تما الفراملة هما اللي قالوا لنا. كي كنا تما اللي بدات الهضره. كاين واحد اللي الولد تاع هذا فاتح، هذا الشيخ هذايا وكان تاع جوزه، هذا كان اسمه كارد مالا تاع باباه الشيخ، هو اللي قاعد معاه، هو اللي عرف باللي رانا في بدا بالعقل بدا يسمع، عرف من بعد عرف باللي رانا قاعد في 5. بعد استماعنا لشهادة عمي أحمد أخذنا رقم العيادة التي أجرى فيها العملية الجراحية. اتصلنا مرات عديدة في رقمين مختلفين لكن لا يتم الرد. إن مراسلك لا يرد على المكالمة. فقررت التوجه إلى مقر العيادة مباشرة حتى نمنح الفرصة لصاحبها للرد على أقوال الضحية. السلام عليكم. كلينيك تليفون كاش، تليفون يصوني شوي جورناليست استقبلنا في مكتبه واعتذر عن الظهور أمام عدسة الكاميرا لأسباب شخصية. دكتور، احنا صحافه تاع الشروق. الله يبارك فيك. بدينا نخدموا على روبورتاج حول الاخطاء الطبيه. وفي خضم يعني العمل تاعنا تلقينا يعني العديد من الشكاوى ومن العديد من الملفات اللي تناولناها هنا في الروبورتاج تاعنا. من بين الحالات اللي لقيناهم كاين حالات تاع يعني كانوا جازوا عندكم هنا في العياده. الحالات هذه كما يقولوا مرموم على بالكم بهم 5 هذوك. وما قال لك كاين 5؟ لا، 2 أستاذ. معليش انا نقول ويعني ما قاليت قبل ما الانسان راك مليح كي جيت باش الشرع يسمع من جوج. فوالا انا باش نسمع منكم والله هذه هي. ما نروحوش ديريكتومون خطا طبي، نقولوا كاين مشكل طبي ومن بعد ليكسبير هو اللي يحدد اسكو خطا ولا اسكو سي اون كومبليكاسيون. وي
في حين اعترف أن الضحايا قد تعرضوا حقيقة لميكروب أدى إلى عدم نجاح العملية التي قام بها زميله داخل عيادته، كما قال أنه ليس بالضرورة تعرض الضحايا لذلك الميكروب داخل عيادته، إذ ليس هناك ما يثبت ذلك، مع استعداده لدفع تعويضات لهم حسب ما سيسفر عنه حكم العدالة. ماشي انا اوبيريتهم، انا كنت غايبه حتى جيت باش سمعتها. ماشي نو سي با مو، سي الزميل. لا الزميل انا مسؤول. الزميل هو انا كنت غايب على كل حال، بعد باش سمعت وجيت وتحملت مسؤوليتي معاهم حتى الله فاهم جيسكا بريزون نتحمل مسؤوليتي. دونك كاين اسباب عديده لهذا المشكل، الانفيكسيون. كاين طبيب وكاين لو شون اوبيراتوار. ما تتاكد باللي صارت انفيكسيون في الاخر في العياده تاعك فيهم هما عندهم لي زانفيكسيون هذوك الزوج. ما صارتش انفيكسيون هنايا في نو باسكو اوبيراو لو ميم جور كاين اللي ما عندهمش اوبيراو معاهم وانا كملنا المشوار الحمد لله يعني. بالوقت هذاك لهذا ما عندنا دونك الاسباب متعدده. شكون السبب؟ نقطه تصوير الحالات التي عانت بسبب الاخطاء الطبيه في هذا التحقيق استوقفتني حالة أخرى لم أستطع تجاوزها بحكم الوضعية الإنسانية المحزنة التي تعيشها السيدة قمرة. قصتها تعود إلى سنة 2003 أين توجه بها زوجها إلى المستشفى بعد ليلة آلام حادة على مستوى البطن. قام الأطباء حينها بتشخيصها ليتم تحويلها بشكل مستعجل إلى غرفة العمليات بناء على صورة أشعة لمريض آخر. يطلع السطر يبدا يطلع لي 12 تاع النهار، 4 طلع لي سطر كرشي، بدات نبع كرشي، ذرعيه تاني ولا حبسوه ما نقدرش ندير لهم هكذا نفشلو. نهزهم ما نقدرش نهزهم، منملين نحس بهم مي منملين هكذا فاشلين خلاص. مي التشخيص الاول ديجا الشيريجيان اللي دارت لي لوبيراسيون التقرير تاعها كتبت قالت بلي انا حليت ما صبت والو وغلقت. عطاو لها راديو تاع مرض واحد اخر، قالت لك انا عطاوني راديو قال لقيت كونكليزيون حليت فتحت على انه المصران غليظ معقود. قالت لك انا فتحت لقيت ما صبت والو وغلقت والو، قال كلش انطقت غلقت. خطأ في التشخيص كلف السيدة قمرة عملية جراحية لا فائدة منها، والأخطر من ذلك وأثناء العملية انتقل إليها فيروس يصيب الأعصاب أقعدها الفراش إلى غاية اليوم. ومن بعد ديكوبرا قال لك عندها لوكيلان باري حكم لي افون داخل البلوك وكان فيروس يطاكي لي نار يقولوا له لوكيلان باري. قلت لك حكم لي داخل البلوك ولا قبل البلوك، هذه الله أعلم. معاناة هذه السيدة جعلها تطرق أبواب المسؤولين، وبعد استعصاء علاجها في مستشفياتنا تقرر إرسالها على عاتق الدولة إلى مستشفى أردني، لكن ومن سوء حظها قاموا بإرسالها إلى مستشفى متخصص في طب الكلى والعيون ليزيد الأمر تعقيدا. 2006 طلع الوزير عمارتو هو اللي طلع وزير الصحة، رحت ليه عطالي بريزون شارج، قلت له اني ديمونديت لا بريزون شارج، ما حبوش يعطوها لي، بعثوها رجعوها لي افيك ان بوان دانتيروغاسيون. بصح انا هامليك لي بروفيسور كاع قالوا لازم فرنسا. عطاني لاتر قال لي دخلي بها لا كوميسيون، عطوك لاتر لا كوميسيون بوغربال كي جاتو بريه من فوق من عند المينيستر ما قدرش يروفزها لي كيما الدوسيه الاولاني تفات دي بياني لا جورداني. الفرنسا بعثوا قالوا لهم لازم 4 موا تاع البريزون شارج، 2 موا ما نستقبلوش المريضه هذه. قال لك نبعثوها لا جورداني. انايا كي قالوا لي تروحي لا جورداني انا قلت المهم كان داوي ما يهمنيش انا لا جورداني ولا لوتيوبيا ولا بعثني المهم كان نداوي ما حاولتش نفهم. قبلت انا لا بريزون شارج هذيك تاع لا جورداني، رحت ضربت 6 موا تاع لا جورداني ما داروا لي والو. ديجا لوبيتال اللي بعثوني به مختص كلى وعيون، مستشفى الاستقلال في العمال
ادخل في اليوتيوب تلقى تقرا ماشي مي با متخصص لك على العرض. بعد رحلة علاج لا يمكن أن يقال أنها رحلة علاج. عادت قمرة إلى أرض الوطن على أساس تحويلها مباشرة إلى إحدى مستشفيات أوروبا كما وعدها وزير الصحة عندما زارها في ذلك المستشفى، لكن الحال استقر بها في منزلها دون رعاية طبية إلى يومنا هذا. جا طيب بلوح كان الماتش نتاع سطيف لا جورداني 2006 كنا في نوفمبر وقيلا 2006. قالوا له بلي طيب له، قالوا البروفيسور اسمه وزير السفير قالوا بلي كاين مرضى هنا، قالوا المريضة اللي هذه لازم نبعثوها لفرنسا. قال البروفيسور نتاع هذيك السبيطار الديريكتور تاع السبيطار قالوا نبعثوها للامريكان ولا الانجليز، قالوا ما عندناش لا كونفونسيون معاهم راح نبعثوها لفرنسا. ما قال لي يعني نهبط لأرض الوطن ونبعث لك تروحي تحويل منا ويبعثوك لفرنسا. عندي ميم لا فوتو معايا، مصور معايا طيب لوح مسافر تاع الجزائر ثم الصطاف هذاك تاعهم. كي جا هبط للجزائر طيب لوح بعث لي لتر قال تعود المريضة إلى أرض الوطن وسيقوم تحويلها من أرض الوطن. أنايا جاتني لتر من عند وزير الضمان الاجتماعي سما من عنده المفتاح نتاعو، سما كي قال نبعثك ما صحيح. أنا 6 شهور وأنا في الغربة، توحشت ولادي، توحشت مالية، توحشت با قلت أنا خلينا ندخل نشوفوا مالية والآخر. ومن بعد ديك دخلت لا جورداني. كي قبل ما نجي داروا لي بروتيز سياو، قالك نسيو لك ذراعك، قال مطيب لوح وما ديروا لها البروتيز في ذراعها نشوفوا ومن بعد ديك نشوفوا لنا إليميناو الكود وداروا لي بروتيز هنايا. ومن بعد لا بروتيز هذيك ما نجحتش تحللتها، نحاولي منها نوفمبر داروها لي هنايا ونحاول هنايا من فخذي داروه هنايا في ذراعي. ومن بعد زاد ما نجحتش، زاد دخلت خيطوه زاد خرجت. المهم 3 موا وانا نسوبرين داخله البلوك خارجه على جال ذراع. هي هذيك لا بروتيز داروها باش يخبيو 6 شهور هذوك اللي قعدتهم استجمام باش تجي بلي هاد لا بيريود اللي قعدت انايا واش درت تما. توجعك بزاف ماشي زعما هكا تقدر يعني حاجه عاديه ماهيش عاديه. نسيت الوقها وليدي نسيت. عرس بناتي في 2 اشتقت هكذايا، نستقبل لي غير كان ضيافي هكذايا ولا نمشي مع بنتي هكذايا. انايا في شوكه وبنتي خارجه يقولها غير الفون تقولوا ونقولوا نورمال وقدر الله ما شاء فعل. الحمد لله كاين المحسنين نقول لك صح. الطبية في الجزائر انتشارا كبيرا ومخيفا، حيث أضحت هاجسا يطارد المرضى ودويهم، فمنهم من قضوا نحبهم ومنهم من لا زال يصارع مضاعفات الخطأ الطبي الذي تعرض له، ومنهم آخرون يعيشون بعاهة مستديمة تؤرقهم أو بإعاقات أقعدتهم في ظل غياب قوانين واضحة تنصفهم مقارنة بالأطباء الذين يحوزون على نوع من الحماية. إن الظاهرة هذه راها في تنامي مستمر، يوميا نسمع عن أخطاء طبية. الإعلام يوميا وفي نشرات الأخبار وفي كل وسائل التواصل الاجتماعي نسمع باللي هناك خطأ طبي ارتكب ضد ضحية ما، وهو ما يدفع
السلطات إلى التدخل بصفة عاجلة إلى معالجة هذا الموضوع، سواء من الناحية المادية والتكافل أو من الناحية القانونية، لأنه لا يجب أن نترك الأمر هكذا. للأسف أنا نشوف إلى يومنا هذا في سنة 2020 ما زالت هناك فضائح، خصوصا كما شفنا في السنوات اللي سبقت. في السنوات العشرية الأخيرة شفنا كوارث وقعت في المنظومة الصحية في القطاع العام وفي القطاع الخاص. لاحظناه في الكثير من القضايا المطروحة أمام العدالة، قضايا ختان الأطفال وتسببت في بطر أعضائهم، أيضا قضايا فقدان بصر، قضايا بما يخص الولادات وضياع الأجنة في بطون يعني بعد الولادة في بطون أمهاتهم. كانوا هناك ضحايا بالعشرات وما شفناش وزارة الصحة أو جهات عليا تدخلت ووضعت حد لهذه الكوارث أو اتخذت كما نقولوا القضية بعين الاعتبار. واقع هذه الظاهرة بات يطرح الكثير من الأسئلة التي تدور في مجملها بين ضحايا يعانون في صمت مطبق وأطباء يلقون اللوم على القائمين بالقطاع، والقانون الذي لم يفصل بشكل واضح بشأن المسؤولية القانونية في حال حدوث الخطأ الطبي. عمي أحمد قمرة والدة وسيلة أحمد سعيد والقائمة طويلة، أزيد من 2000 ملف لضحايا الأخطاء الطبية، والرقم يأخذ منحا متصاعد. فلماذا التجاهل والتهرب من ظاهرة باتت شبحا يطارد المرضى؟ ارتفاع عدد الضحايا دفع إلى تأسيس المنظمة الوطنية لضحايا الأخطاء الطبية بهدف مرافقة ودعم الضحايا. كان حالات في الأخطاء الطبية، كان أطفال فقدوا الدراسة تاعهم، كان اللي فقدوا العمل تاعهم، كان سجلنا حتى بعض حالات طلاق بسبب أخطاء طبية. للأسف الأخطاء الطبية تحطم مجتمع، تحطمت عائلات. احنا المشكل الأكبر لا نعانوا منه هي وزارة الصحة غلق الأبواب. ما كاش أصلا حتى مديرية لضحايا أخطاء طبية أو ممثل على مستوى الوزارة لا يوجد. للأسف هي وزارة الصحة تتلقى آلاف الشكاوي سنويا، وما كاش ماهيش مخصصة مديرية أو ممثل خاص على مستوى الوزارة. وللأسف هو هناك وزير سابق للصحة شفناه قد وعد في عندها تقريبا 5 سنوات أو سنوات، وعد باش يدير مديرية خاصة لضحايا الأخطاء الطبية. للأسف تتصل بوضوك وزارة الصحة ما عندهاش ممثل خاص اللي متكفل بهذا الملف الحساس. ويؤكد من لهم اطلاع بملفات ضحايا الأخطاء الطبية أن أغلب الأخطاء الشائعة داخل العيادات الخاصة والمستشفيات العمومية تقع على مستوى مصالح طب العيون، مصالح توليد النساء، ومصلحة الجراحة العامة. شفنا ما بين الأخطاء الطبية أكثر انتشاراً وأكثر طرحاً في أروقة العدالة. صبنا أولاً فيه طب وتوليد النساء، شفنا مشكل الجراحة التجميلية، العيون والجراحة التجميلية وحدها، وكان طب العيون بالضبط، الجراحة العامة وعدة اختصاصات أخرى. تشير تقارير قدمها حقوقيون وأكدتها المنظمة الجزائرية لضحايا الأخطاء الطبية بأن أزيد من 40% من الضحايا يرفضون اللجوء إلى القضاء بسبب غياب قانون يحميهم. في القانون الجزائري لا يوجد أي مادة قانونية صارحة تعالج الخطأ الطبي، وإنما هناك القواعد العامة. قضايا الأخطاء الطبية لما تأتي إلى المحاكم في القضاء الجزائي تكيف على أساس أنها جرح خطأ أو قتل خطأ. لماذا؟ لأنه صعب من الصعب جدا إثبات العلاقة السببية المباشرة بين حالة الوفاة أو حالة العجز عن استعمال العضو وحالة الإهمال الطبي، ومما يجعل القانون يكيفه على أساس أنه الطبيب أو المعالج لم يقم بأخذ الاحتياطات اللازمة أو أنه تسبب بإهماله ورعونته في ذلك الحادث الذي حدث للمريض، وتعامل نفس معاملة حوادث المرور. فمثلا أقصى عقوبة في حالة الجرح الخطأ لمن ضاع بصره أو ضاعت رجله هي عامين حبس نافذ مع الغرامة، بشرط أن يكون هذا الضرر سبب له عجز يتجاوز 3 أشهر. يضاف إلى ذلك تعقيدات إجراءات تكييف هذا النوع من القضايا التي يصل 90% منها إلى المحكمة العليا، فيما يتعدى عمر قضايا أخرى 14 عاماً منذ رفعها أمام العدالة، وتنتهي عادة ببراءة الأطباء أو رفض المستشفيات تسديد المبالغ المالية
التي تقرها العدالة في منطوق أحكامها كتعويضات للضحايا. والملاحظ في التطبيقات القضائية داخل المحاكم أن تكون العقوبة دائما يعني في الغالب غير نافذة، لأنه من الصعب جدا إثبات العلاقة السببية المباشرة بين الخطأ والوفاة، لأن الطبيب مطالب ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة. فهو عندما يفتح صدر المريض لمعالجة قلبه أو رئتيه ولا غير ذلك، فهو مطالب ببذل كل عنايته وكل معارفه في تلك العملية، وليس مطالب بأن يبقي المريض حيا. كذلك أن القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية كثيرا ما تأخذ مدة طويلة، الإجراءات طويلة لأنه فيه خبرة، رجوع بعد خبرة، وهو ما يجعل الحصول على التعويض مهمة صعبة، ونظرا لتعقد الإجراءات وكذلك عدم وضوح الإجراءات التي يجب أن يسلكها ضحية الخطأ الطبي. مبدئيا للطبيب أخلاقيات تحكمه في ممارسته لهذه المهنة قبل أي قوانين أخرى. للأسف لقينا حتى بعض هذو الأطباء وأصحاب العيادات لا روح الإنسانية يملكها ولا ضمير أخلاقي ولا كما نقولوا حتى حب العمل تاعو. للأسف كما نشوفوا إلى يومنا هذا، كما كنا نشوفوا زمان كانت توجد كلمة الحكيم لدى الطبيب. للأسف اليوم أنا نشوف الطبيب يعيطوا له التاجر، يعيطوا له الجزار. يقابل ذلك قصور قانوني في هذا الشأن، إذ لا توجد أي إشارة لكلمة خطأ طبي في القانون الجزائري، أمر يصعب عملية تحديد المسؤولية الجزائية التي تحمل الطبيب أو الإدارة الوصية في حال وجود أخطاء طبية. أولا قبل ما نتكلم عن الخطأ الطبي ما يسمى المسؤولية الطبية، بمعنى الطبيب هو مسؤول، خاصة الجراح، يعني طبيب في الجراحة مسؤول على الأداء نتاعو في العملية الجراحية، بمعناه مسؤول على الإمكانيات، بمعنى الإمكانيات اللي يقدمها للمريض هي إمكانيات تكون ذهنية، بمعنى متكامل، عنده خبرة، عنده تكوين علمي، وكذلك إمكانيات المادية، ولكن ليس مسؤول بالنتيجة على الإطلاق في جميع الأحوال. المسؤولية التأديبية تقوم بها لجنة مختصة في قطاع الطب. أما المسؤولية المدنية فهي عندما يلجأ المريض إلى طلب التعويض، وهذا الأمر يحكمه القواعد العامة للتعويض في المواد المدنية. أما المسؤولية الجزائية وهي المسؤولية المعقدة، وهي محل اختلاف بين الفقهاء وكذلك بين العاملين في قطاع العدالة، أنه كيف يمكن أن نثبت أو نحدد مسؤولية الطبيب عن الخطأ الذي يرتكبه على جسم المريض أو على حياته. هنا هو الإشكال العويص، وهو قضية الإثبات، لأن الإثبات يمكن أن نقول أننا بصدد خطأ طبي، ولكن يجب أن نثبت أن هذا الخطأ الطبي تسبب فيه المريض، أي أن تكون هناك علاقة سببية بين الخطأ وبين العمل الذي قام به الطبيب. وبالرجوع إلى قانون حماية الصحة وترقيتها، فقد تضمن قانون الصحة رقم 85/05 الصادر عام 1985 والمنشور في الجريدة الرسمية على النص التالي: يتابع طبقا لأحكام المادتين 288 289 من قانون العقوبات أي طبيب أو جراح أو طبيب أسنان أو صيدلي أو مساعد طبي على كل تقصير أو خطأ مهني يرتكبه خلال ممارسته مهامه أو بمناسبة القيام بها، ويلحق ضررا بالسلامة البدنية لأحد الأشخاص أو بصحته، أو يحدث له عجزا مستديما، أو يعرض حياته للخطر، أو يتسبب في وفاته. إذا رجعنا إلى قانون الصحة نجدوه باللي حقيقة يتكلم عن الخطأ الطبي، ولكن لا ينص على أي عقوبة أو أي تدبير يخص هذا الخطأ الطبي، ويحيل مباشرة على القواعد العامة، لا سيما في قانون العقوبات المواد 288 المتعلقة بالجروح الخطأ، والمادة 289 المتعلقة بالقتل الخطأ، وهذا ما يثير إشكال كبير. المسؤولية العمدية تكاد تنعدم في حالات الخطأ الطبي إلا إذا
أثبتنا أن الطبيب قام بحق مريضه أو بجرحه عن قصد للإضرار به، وهذه يعني من النوادر جدا أن تعالجها المحاكم. قضية التعويض مسألة تزيد من تعقيدات معالجة ملف ضحايا الأخطاء الطبية، فهي الأخرى تشوبها العديد من علامات الاستفهام حول الجهة المسؤولة عن التعويض. الطب الشرعي هو الطب يربط ما بين القانون والطب بصفة عامة وبعض الاختصاصات بصفة خاصة باش نيروا القضاة. المشكل أنه لا توجد هناك معايير يمكن على أساسها تحديد التعويض الذي يستحقه ضحية الخطأ الطبي، وبالتالي يجد القاضي نفسه مجبرا إلى تقدير الشخصي، السلطة التقديرية للقاضي. ما عندناش معيار لأنه على أساسه يمكن أن نعوض هذه الضحية. نورمالمون كي يكون خطأ طبي أن القاضي يلجأ إلى لجنة خبراء. لجنة خبراء متكونة من أخصائيين على حساب الحالة، مي شكون ينسق ما بينها؟ الخبراء اللي عنده ثقافة طبية شرعية ينسق، ما هوش مسؤول عليهم، ينسق هو الطبيب الشرعي. وللقاضي عنده حرية الاختيار في هذه اللجنات، لجنة الخبراء، باش ما نظلموش ناس، باش ما تكونش محاباة، باش ما تكونش تهرب بصفة تقنية من الحقيقة. وكان يفترض أن يطبق مبدأ قانوني وهو التعويض المعجل قبل انتظار الخبرة، وهذا ما نتمناه أن يسري في كل محاكمنا، وهو إجراء سليم ولكن للأسف الشديد نادر التطبيق. فالمريض لا يمكن أن ينتظر 5 أو 6 سنوات من أجل أن يتحصل على تعويض، في الغالب تكون هي تعويضات عن ما صرفه لمعالجة ذلك الخطأ. فالنصوص القانونية الحالية لا تنص بشكل صريح من هي الجهة التي تتحمل المسؤولية المادية، وهو الإشكال الكبير الذي يطرح نفسه لدى القاضي الذي بدوره يستعين بالأطباء الخبراء. وهنا تثار قضية المحاباة والمجاملة بين الأطباء. التعويض للأسف هنا يدخل المال كما يقولوا، احنا نقول لهم لي تيرم جوريديك سكون ابل اون كونتيفي. الخبير يقدر ما يمدش الكميه تاع المال اللي ماشي هو سي القاضي. القاضي هو من دون نسبه، والنسبه هذه تختلف. هنا طرحنا اشكال، قلنا للاسف في الجزائر ما عندناش سلم النسب الاعاقات هذوك جزائري محض، ناخذوا تاع فرنسا الا في حوادث المرور عندنا مازال نخدموا به. وهنا الخبير هو الذي يقدر خطأه من عدمه. والطبيب هنا تثار قضية المجاملة، قضية المحاباة بين الأطباء، وكذلك هناك عدم تخصص من قبل القضاة في هذا الميدان. لأن الخبير مثلا إذا كانت الحالة متعلقة بمرض النساء والولادة لازم يكون خبير مختص يعطينا ما هي الحالات اللي صارت فيها الغلطة الطبية المزعومة. ولهذا فمن المطلوب ومن المحبذ أن تكون هناك محاكم مختصة في مثل هذه القضايا. قواعد الخبرة الطبية الشرعية هو أولا كما لاحظت التأكد من هوية ضحية أو الطرف المدني بالطفل القاصر، وبعدها نستعمل أقوال المعنية بالأمر، وبعدها نقوم بفحص الضحية. وشيء مهم جدا هو أن لازم تكون فيه ملف طبي قاعدي اللي راح يحكي كل الأمور من هاصر الحادث حتى إلى يومنا هذا، وكل المراحل التي مرت بها الضحية عبر المستشفيات أو العيادات الخاصة، وكذلك كل الكشوفات التي تلقتها الضحية. لماذا؟ لأننا كخبراء من أجل الإجابة على الأسئلة المطروحة من طرف القاضي يجب علينا قبل فحص الضحية هو التأكد من صحة المعطيات العلمية والتقنية المطروحة لدينا.
الجروح كانت بالغة جدا، أدت إلى فقدان كلي في أنسجة العين اليمنى، مما أدى بالطبع إلى فقدان كلي للبصر حسب الوثائق الطبية التي لدينا. أما من الناحية التقنية في مجال الخبرة، هنا نأكد أن لازم يكون فيه الملف الطبي قاعدي كامل ومدروس، وأنا كخبير نشوف كل وثائق طبية نطالع عليها، وإلا استلزم الحال أن نطلب وثائق طبية أخرى نطلبها، أو إجراء فحوصات أخرى نديروها، أو اتصال بالطبيب الذي كان يعالجها، أو طلب سكون أبيل سابيتور مساعدة طبيب مختص آخر حسب الحالة اللي يتكلم عليها. بنتي راك تشوفي بالعين هذيك ولا لا؟ لا تماما ما تشوفي ني ضو ني ريان دو. قلت لي مدام داروا لها عين اصطناعية، وريت تشوفيها باش الحق الأطباء المعالجين أنه لحقوا إلى درجة باش يديروا لها عين اصطناعية أنها فقدت كلية بصرها. دونك هنا مسألة الفنية التقنية نوعا ما باينة، ولكن كخبراء نشوفوا ما بين سكون أبيل السبب. منظومة صحية تفتقر إلى رؤية عميقة لمعالجة النقائص التي يعرفها قطاع الصحة، يقابله غياب الإمكانات والموارد المادية داخل مستشفيات الوطن. فكم رصدت عدسات هواتف المواطنين الكثير من التجاوزات الخطيرة ودرجة الإهمال. والمشكل النفسي كي يكون عنده مشكل نفسي يزيد يفاقم له في الوضع تاعو، ولا ما كاش تكافل. هنا يولي يدخل كما نقولوا في مجموعه، في حلقه مفرغه من التساؤلات المدمره بالنسبه ليه اوتوماتيكمون، وين الحاله النفسيه تاعو راح تدهور اكثر فاكثر. وين واش يبقى دائما في باله؟ يفقد الشهيه، يفقد حتى لوغو تاع لافي ولا حاجه. الخوف من الموت يزيد اكثر فاكثر، يقول لك خلاص انا حياتي خلاصت، انا راح نموت، انا مش كيتش نسلك، باسكو الامل الوحيد اللي كان عندي وش هو اني كي ندير لوبيراسيون هذه ممكن نسترجع الرؤيه تاعي، كي ندير لوبيراسيون هذه ممكن نولي ناكل، كي ندير لوبيراسيون هذه نولي نرجع نقدر نمشي، كي ندير لوبيراسيون هذه ممكن نولي نخدم، نولي نعاود ندير كذا. فوايي الحاله النفسيه تاعك فاش راح تكون. يولي ما يرقدش مليح، ممكن يدير دي كوشمار، ممكن يدير دي تاكيكاردي وين يحس بقلبه يضرب بزاف، يحس بالريق نتاعو ناشف، يحس بالفشله هذيك، يولي ما يحبش يشوف الناس، يحب ما يتلاقاش الناس، ممكن باسكو يجي يعاود يهضروا له، يعاود يجبدوا له الحكايات وانت كذا. وين هنا النفسيه نتاعو راح تتدهور اكثر فاكثر. كلها عوامل جعلت المواطن يذهب ضحيه هذا الواقع المر، مما أفقده الثقة بالمنظومة الصحية بشكل عام. تخاف تمرض دركا، تروح على حاجة صغيرة ومن بعد تصبح في حاجة كبيرة. تخاف تمرض، أنا اختار شو دي الضربة هنا بالخامة خداوني، رحت نخيط قالوا لي خلاص الخير. سي ساتوري، لورجونس سي كاتاستروفيك، يحلي اللي مريض دركا. باقي شيء عندنا ثقة مع اللي معنا، على في برا هما اللي في اوروبيان مشهورين، في المغرب مشهورين، فهمت؟ ثقة باقي يعاونوهم لي زوبيتو manque d'infrastructures, énormément d'infrastructures, les services manquent de médecins, surtout les spécialistes. الطبيب ولا قرا اللي باش يداوي 10 من الناس يداوي 80 ولا 100 في النهار. سي بور سا يصراو احداث طبيه ويولي الطبيب غير يطرش ويولي ما على بالوش واش راه يدير. ما عندي حتى ثقه، عندي ثقه انايا في ربي سبحانه، وان شاء الله انا نشوف اذا كاش ما صرالي ولا ان شاء الله يبعثوني لاوروبيا. هكا خلاص ما عنديش كونفيونس في الاطباء كاع خلاص نكذب عليك، ما نقدرش باش نقول ترجع لي الثقه في الاطباء صعب. صحه يا صحه عدوة مولها يا عدوة مولها. مع استمرار معاناة ضحايا الأخطاء الطبية، يطالب خبراء ومحامون السلطات والقائمين على قطاع الصحة التعجيل في سن قوانين وآليات تحد من انتشار الظاهرة من جهة، وتعويض الضحايا بشكل يتناسب وجسامة الخطأ الطبي الذي يتعرضون له من جهة أخرى. عبد الهادي خربوش، الشروق تحقق.